على بالي كامل راكم تسناو فيها كيكه العسل الروسيه ولا غاتو روس بنتها ادمان وتعتبر من ابن الكيكات في العالم. السلام عليكم، واللي مازال ما سياها راهو يراطي، لازم تجربوها ولا تبعتوها لكاش واحد يديرها لكم سهله مهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في كاسرونه درت 200 غرام تاع الزبده مع 170 غرام تاع السكر العادي و170 غرام تاع العسل، وكي نقولوا العسل نقولوا عسيله المرجان اللي هي اهم مكون في هذه الوصفه. نحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين يذوبوا يتمازجوا مليح. بالنسبه للمقادير بالكاس تلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو. وغير يبدا يغلي المزيج ندير عليه مغرف صغيره ونص تاع بيكربونات ونكمل نخلط مع التحريك المستمر فوق النار حتى نتحصل على هذا اللون الشباب. ما تخلوش يتحرق برك، لازم تخلوا هذا المزيج يبرد مليح باش نجيبوا 4 حبات تاع البيض ندخلوهم على دفعات مع التحريك المستمر بهذه الطريقه. زدت لهم 2 باكيات تاع لافاني تاع المرجان ونلم بالفرينه حتى نحصلوا العجينه تكون طريه تلقى روحها بهذه الطريقه، ما تنشفوهاش بالاكو. نغلفها مليح ونحطها في الفريجيدار تريح نص ساعه باش نقدر نستخدمها. بالنسبه للكريمه في كاسرونه درت الحليب مع مايزينه المرجان والسكر نخلطوهم ونحطهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لي. نغلفها ونخليها تبرد مليح. لاباط بعد ما تبرد نقسمها على 10 وهي حتخرج لنا اكثر من 10 حبات. المهم نبداو نفتحوا الكرات على دي بابي كويسون، لازم تفتحوهم بزاف رقاق بزاف. نثقبوا الحبات بالفرشيطه نحطوهم في سنيوه وندخلوهم يطيبوا على 180 درجه يا ربي 3 دقائق 4 دقائق وتكون طاب. وكملوا الحبات الاخرين كامل بنفس الطريقه. بالنسبه للكريمه اللي خليناها تبرد ضربتها مليح بالبيتخان، ضفت عليها لا شونتي ومغرف كبيره تاع معجون لابريكو ونبداو نديروا طبقه بطبقه. والطبقه تاع الكريمه لازم تكون رقيقه ومره على مره نضغطوا عليها. هذوك لي شوت تاع البسكوي لازم طيبوهم مليح وترحوهم. الكيكه غلفوها بالكريمه وخلوها في الفريجيدار او 6 سوايع ورشوها بالبسكوي اللي رحيتوه بصحتكم.